إذا أتيت إلى أقواله سأسل سيفي من غمده، وسأرد وسأنسف البيان نسفا، وقواعد المنهج السلفي في خطر، وأصول الدعوة تضرب في الصميم، ونحو ذلك من زخرف القول. قلت أن كبير الصعافقة عندنا هو خليفة الشيخ ربيع، فإذا أتيت إلى أعماله رأيت أن الرجل قد اجتمع فيه الضدان: حدادي مع أهل السنة والجماعة، حدادي مع الشيخ فركوس، مميع مع المخالف، كحال أولئك الذين ينكرون فتوى الشيخ، فتوى الإنكار العلني بضوابط، مع أنها فتوى مبنية على أدلة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وموقوفة على الصحابي أو موقوفة على الصحابة، على جمع من الصحابة، ومؤيدة بأقوال الأئمة قديما وحديثا، فيجعلونها من الفتاوى الخارجية، ويصفون الشيخ فركوس بصاحب الفتاوى الشاذة، مع أن الشيخ لم يتكلم ولم يأتي بفتوى إلا وله فيها إمام، مع تعريضهم بالشيخ وتحريض الأغمار على الرد على الشيخ واتهامه بالفتاوى السياسية، وأن له فتاوى في الجيش هكذا تحريضا على الشيخ، ويصرحون بمحاربة طلاب الشيخ وأنهم أعداء. فترى عجبا عجابا في معاملتهم للشيخ، كل ما تعلق بالشيخ فركوس إلا ورأيت فيهم النفس الحدادي. فإذا يمموا جهة أهل البدع والتغريب والتمييع رأيت لينا عجيبا، يأتون إلى وحدة الأديان يجعلون لها ضوابط وينسبونها إلى السلف، مع أن الآئمة لم يجعلوا لوحدة الأديان ضوابط، هؤلاء جعلوا لها ضوابط ونسبوها إلى منهج السلف. الإنكار العلني بضوابط من منهج الخوارج مؤيدة بأدلة وأقوال الأئمة. وحدة الأديان جعلوا لها ضوابط وجعلوها من منهج السلف. الجلوس مع أهل البدع مناقض لأصول أهل السنة، كما قال أحمد رحمه الله: ومن السنة أو من أصول السنة عدم الجلوس مع أهل البدع. هم جعلوا لها ضوابط ونسبوها إلى منهج السلف، بل وأخذوا الصور التذكارية وأخذوا أهل البدع بالأحضان ونسبوه إلى منهج السلف. يحاضرون ويقيمون الدورات مع المخالفين، مع من حذر منهم أهل العلم ونفوا عنهم السنة والسلفية وأنكروا عليهم أشد الإنكار وردوا عليهم. يحاضرون معهم بضوابط ويجعلونه من منهج السلف. يثنون على دعاة التغريب ويصفونهم بالرجل المبارك، يحتفلون ويدعون إلى الاحتفال بالأعياد المحدثة ويجعلون لها ضوابط، ويفرقون بين العادة والعبادة ويجعلونها من منهج السلف. فترى بأم عينك كيف هم حدادية مع الشيخ فركوس، مميعة مع المخالفين، والله المستعان. ولهذا في الغيرة المزعومة عند كبير الصعافقة على المنهج السلفي تجدها مفقودة إذا ذكرت مسألة وحدة الأديان أو التحاضر والجلوس مع أهل البدع ونحو ذلك. وأيضا عند أولئك تجدها أيضا مفقودة إذا ذكر تبديع العلماء أو تبديع العالم والطعن فيه ومحاربة السلفيين
والمسائل المتعلقة بالأخلاق كالكذب، التأكل بالدعوة ونحو ذلك. فهم في حقيقة الأمر يتفقون، المتفق عليه يتعاونون فيه وهو الشيخ فركوس، والمختلف فيه يعذر بعضهم بعضا، والله المستعان.